السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية شراء الأضحية في المنام. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. رؤية شراء الأضحية في المنام بيدل على قضاء الدين وفك الكرب. وفسر علماء التفسير شراء الأضحية في المنام غالبا على إنها بشارة بقضاء الديون وتيسير الأموال، وتيسير الأمور المادية وزوال الهموم والضغوط اللي بيمر بيها صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. كمان قالوا إن الرزق إنه بيدل على الرزق والبركة، وبيدل على قدوم رزق حلال مبارك فيه للرائي أو الرائية. وقد يكون هذا الرزق مال أو صحة أو ذرية صالحة أو زوج أو زوجة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان بيدل أيضا شراء الأضحية في المنام على توبة الرائي والتقرب من الله سبحانه وتعالى. كمان بيدل على رغبة الرائي في التوبة والعودة لطريق الصواب والتفكير في كيفية تكفير الذنوب والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية شراء الأضحية في المنام بتدل على الشفاء من الأمراض إذا كان الرائي أو الرائية مريض. ورؤية شراء الأضحية في المنام بتدل على الشفاء العاجل واستعادة الصحة والعافية، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية شراء الأضحية في المنام بيدل على النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف والطموحات والنجاح في المشاريع أو الخطط المستقبلية اللي كان بيسعى ليها الزوج أو اللي كان بيسعى ليها الرائي أو الرائية. وكمان بيدل أيضا شراء الأضحية في المنام على على الزواج. وإذا كان الرائي متزوجا فده بيدل على حمل مراته في القريب العاجل ورزقه بالذرية الصالحة. وكمان بيدل على السداد والوفاء بالندر اللي على الرائي في الفترة اللي جاية، أو إشارة إلى الرائي بوجوب الوفاء بالندر اللي عليه. كمان الرجل اللي بيشوف في منامه شراء الأضحية في المنام بيدل على نجاحه وتوفيقه في عمله أو تجارته وتحقيق مكاسب مادية والتخلص من المشاكل والصعوبات. والأعزباء والأعزب بيبشرهم بالزواج. والمرأة المتزوجة بيبشرها باستقرار حياتها الزوجية وصلاح الحال لأبنائها وكمان الحمل القريب. والمرأة الحامل اللي بتشوف شراء الأضحية بيبشرها بالولادة الميسرة بأمر الله.